طبعًا بقى بعيد عن تحليل الدهب واليورو راح فين، وتوقعاتنا في الفيدرالي ليوم الأربع الجاي. هي القصة بدأت في أقل من دقيقة. أنا لمّا جيت من السعودية في 2016 قررت إن أودي ابني يلعب رياضة، لازم يمارس رياضة، فقُلت ندخّله الباسكت. كانت المفاجأة الكبيرة لمّا تروح أي نادي، أنا من إسكندرية طبعًا، تروح أي نادي في إسكندرية عاوز تقدّم ابنك كالعادة زي ما إحنا كنا صغيرين، أبويا كان يروح يوديك النادي ما فيش أي مشاكل. تفاجأت إن عشان تخش أي نادي وتلعب مثلًا زي الباسكت، ييجي يقول لك إيه، لازم تكون عضو في النادي، تاني لازم تكون عضو في النادي، وطبعًا مش عضو خلاص، فتروح تلعب في أي حتة. المهم خدت القرار بقى وقررت أعمل شركة رياضية وأعمل أكاديمية متخصصة في الباسكت. واحد قال لي: طب ليه الباسكت اللي إحنا في كلمة مشهورة جدًا في إسكندرية اسمها إيه؟ إسكندرية عاصمة كرة السلة في مصر. يمكن أنا باعلن رسمي عن الافتتاح أكاديمية فوكس الرياضية، كانت يوم الإتنين اللي فات. طبعًا بدأنا بقى نخش في الباسكت، وعملنا أكاديمية متخصصة في الباسكت، وجبنا ناس متخصصين في الباسكت، كان معانا مثلًا الكابتن كريم والكابتن ميدو. جبنا ناس متخصصين ليه؟ عشان الناس بقى اللي عاوز تمارس رياضة. يعني في ناس كتير جدًا عشان تمارس رياضة، هتمارس رياضة إزاي؟ طبعًا الراجل الطيب اللي قدامكم ده أبويا طبعًا. أنا باحاول لمّا آجي أفتح أي حاجة جديدة أحاول أجيب الراجل الطيب ده. يمكن هو اللي افتتح الأكاديمية يوم الإتنين اللي فات، ببشرة خير علينا. الأكاديمية بقى الناس بقى اللي عايزة تمارس رياضة الباسكت، أنا مش شرط طب عشان تعمل عضوية في نادي تعرف مكلف. أنا عملت دراسة جدوى على الموضوع ده بقى لي يمكن فترة، بدأت أحط سعر متوسط، عشان مش شرط تلعب في نادي، لأ أنت ممكن تيجي تلعب في أكاديمية فوكس بسعر مخفض وتبدأ تمارس الرياضة. ده كان الخبر بتاعنا. وقبل طبعًا ما أختم الخبر المهم ده لازم أشكر طبعًا أستاذ عمرو نبيل. أستاذ عمرو نبيل طبعًا على ملاعب جامعة فاروس بالإسكندرية، الراجل سهّل لنا كل الإجراءات بتاعتنا. طبعًا باشكر أستاذ عمرو نبيل طبعًا لتاني مرة على التسهيلات اللي عملها في جامعة فاروس. نبدأ حلقة النهارده بقى في برنامج الفوركس معايا بشير. طبعًا في فقرة في الإعلانات عاملين افتتاح حاطّه في الفاصل طبعًا عشان الناس تتابع